مش هغلط نفس الغلطه بتاعت المره اللي فاتت. هقولها لكم حالا وانا بوزع في الفيديو. وبصراحة كده ما طلعوش غلطة واحدة، دول طلعوا غلطتين بحالهم. الغلطة الأولى ازاي ما كنتش بعمل كده من زمان، استقبل وجبات الخير من فاعلين الخير ووصلهم للناس اللي محتاجة بجد وبتعاني. الغلطة الثانية اللي أنا عملتها أنا بوزع الوجبات اللي قبل دي، اتلموا عليا السكيورتي بتوع المستشفى وأخدوا مني أكتر من نص الوجبات. طبعا هم كمان ناس غلابة وعلى قد حالهم، محدش قال حاجة، لكن في حاجة مهمة جدا، اصحاب الوجبات دي خصوا الناس اللي عندهم حالات جوه المستشفى بالخير ده، ودي امانه فلازم نوصلها لاهلها. قالوا بقى نتكلم على الوجبه اللي احنا بنحضروها. شوفوا يا جماعه، تبصوا على التفاصيل، بصوا لقمه العيش عامله ازاي، بصوا كميه السمسم اللي عليها عامل ازاي، بصوا الخضار فريش ازاي. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فلازم نحسن في كل حاجه بنعملها. اخترنا المره دي الوجبه بتاعتنا مكونه من ساندوتش فراخ، واللي بياخد كابوتشي وطماطم ومن فوق مايونيز. فراخ بنجيبها من الفرارجي بنفسنا يوم بيوم، ذبح اليوم. بعد ما بنقلي الفراخ بتاخد مايونيز. اما الساندوتش الثاني هو سوسيس وبياخد زبده فلاحي وبصل مكرمل وفلفل الوان. كل ده بيتشوح على الجريل وبينزل في قلب اللقمه الجميله الفريش. ما تتصوروش الناس بتبقى مبسوطه قد ايه وهي بتستمتع بالجوده اللي موجوده جوه كل قطمه، مش كل ساندوتش من مطعم عم بقى. الناس دي برضو من حقها بريميوم كواليتي كده ولو مره في العمر. احنا كمان حريصين كل الحرص ان احنا نغطي وشوشهم او نسرع الفيديو بشكل كبير جدا عشان ما يظهروا. الناس دي بتبقى جايه من كل انحاء اسكندريه، من اول ابو قير لحد العجمي، او من بره اسكندريه كمان زي البحيره وكفر الشيخ. عشان المستشفى الشاطبي بتبقى مستشفى حكومي مجاني، فبتلاقي ناس كتير من على قد حالهم ما بيقدروش يباتوا مع المرافقين بتوعهم جوه المستشفى ايا كان مده الحجز. فاللي معاه فلوس بيقدر يأجر مكان يقعد فيه، واللي معهوش للاسف بيضطر يفرش على الرصيف لحد ما الايام بتاعته تعدي. هنا الناس الغلابه بيجتمع عليها الام كتيره، منها الام الجوع وكمان شده البرد. الحمد لله ان ربنا اختارنا ان احنا نخفف عليهم حاجه من كل الالام اللي بيعانوا منها، وهو الم الجوع. بفضل ربنا ثم بفضل تبرعاتكم قدرنا نوصل لناس كتيره جدا، والموضوع متجدد بشكل كبير يا جماعه. نحمد ربنا ان هو اختارنا نعمل الخير دهوت، والواحد بيحس بقيمته فعلا لما بيحس قد ايه. خد يا مستر دول كمان، خد دول كمان بالايجاب. عاوز اقول لكم ان مطعم عم بقالي موجود في سوتر القطريطه بجوار مكتبه اسكندريه قدام ارض كوتا داخل فود كورت نوار، وبنفتح كل يوم من الساعه 8:30 صباحا لحد الساعه 1 الفجر. واحنا مطعم متخصص في سندوتشات البقاله زي سندوتشات لحمه والبصل والروز بيف والبيض بالبلو بيف والبيض بالبسطرمه وانواع كتير من الجبن والفراخ واللحوم. متخصصين كمان في طاسات الجبن السايله. انا مبسوط ان بفضل ربنا ثم بفضلكم قدرنا ندوق الناس البسيطه دي بريميوم كواليتي زي ما الكتاب ما بيقول. شكرا ان انتوا كنتوا جزء من حدوته عم بقالي، من غير الستات يا عم كل واحد مصدقينك ساهم ولو بضغط مستاهله يعني. اكيد انت مش جاي ننزه هنا اي فيديو من الفيديوهات دي. وشكرا كمان على ثقتكم في مطعم عم بقالي. مستنيينكم تنورونا من كل مكان في مصر واسكندريه في عز الشتاء. ها قول لنا عملت ايه؟ الحمد لله